السلام عليكم يا صديقي. احنا دلوقتي في طريق اسمه الطريق الصاعد للهرم خفرع. طريق الصاعد لهرم خفرع. عايزك بس تبص على الارضيه كده. الارضيه كلها احجار مركبه كلها. الطريق اهو انا معاك فيه، كل الاحجار اللي موجوده احجار مركبه وممكن تكون مصنعه، بس التصنيع ده هثبته لك في فيديوهات اخرى. انا كلام النهارده عن التركيبات الحجريه، واللي بعض الاشخاص طلعوا قالوا لكم ان موضوع التركيبات الحجريه هي اللي الروماني اللي استخدمها او اللي اخترعها او اللي عملها. لا لا يا صديقي خالص، مصر القديم هو من صنع وركب وقطع ونحت، وبعد كده التاريخ او العالم كله اتعلم منه الكلام ده اسمه طريق الهرم الصاعد، طريق الصاعد لهرم خفرع. ارضياته كلها مركبه زي ما انت شايف اهوت، واللي احنا بنسميها تركيبات الحجريه واضحه اهي، زي اللي حضرتك بتشوفها في الجبال والكلام ده، وده اللي اسمها التركيبات الحجريه. مش الرومان بس، اي حد يقول لك بقى الرومان استخدمها، هو بس الرومان اللي استخدمها، الرومان اللي اخترعها، الرومان اللي ما بيعملش ده ناس جهله بالعلم نفسه او حافظين مش فاهمين او اي شيء تاني. ده طريق الصاعد لهرم خفرع. تركيبات ارضيته كلها تركيبات حجريه، سواء مصنعه او طبيعيه او تم قطعها من محاجر او من اي شيء تاني وتم تركيبها هنا زي ما انت شايف وواضح قدامك في الصوره. احنا النهارده هنتكلم في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، هكلمك عن الصخور المصنعه، الطبقات المصنعه، الصخور الطبيعيه، الصخور اللي دخل ليها نسبه تصنيع طبيعه، الكلام ده كل ده هنعرفه في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. تابعونا على صفحتنا وعلى قنواتنا. انا احمد سفاري، ودي صفحه زي ما بتقول. السلام عليكم.